ودرسنا اليوم هيكون عن الفرق بين الفعلين können و müssen. في هذا الدرس سوف نتطرق إلى أفعال الكيفية في اللغة الألمانية والكيفية الصحيحة لاستعمال هذه الأفعال. فأفعال الكيفية هي من الأفعال المهمة جدا، وهذه الأفعال تساعدنا على فهم الكثير من الأشياء والتعبير عن الكثير من الأشياء. وأيضا هذه الأفعال تستعمل مع فعل آخر يبقى في آخر الجملة ولا يتم تصريفه، وهذه الأفعال تكتسي أهمية كبرى وعلى كل متعلم للغة الألمانية أن يتعلمها. أولا الفعل müssen، ويأتي بمعنى الضرورة والإلزام، وهو يعني أنه يجب على المرء القيام بشيء ما، وهو من الأفعال التي تستخدم بكثرة، وأيضا يعني أنه لا مفر ولا يوجد بديل، ويبنى في نهاية الجملة الفعل في صيغة المصدر، مع الملاحظة أنه يتم تصريفه مع الضمائر المختلفة لبناء الفعل بشكل صحيح. تعالوا بينا نشوف أمثلة على ده. Die Beispiele: Ich wohne in Deutschland. Ich muss Deutsch lernen. Ich wohne in Deutschland. Ich muss Deutsch lernen. Ich wohne in Deutschland. Ich muss Deutsch lernen. أنا أعيش الآن في ألمانيا. يجب علي تعلم اللغة الألمانية. ونرى هنا الإلزام والضرورة لأنه يعيش في ألمانيا. Ich fahre nach Frankfurt. Ich muss ein Ticket kaufen. Ich fahre nach Frankfurt. Ich muss ein Ticket kaufen. Ich fahre nach Frankfurt. Ich muss ein Ticket kaufen. أنا مسافر إلى مدينة فرانكفورت. يجب علي أن أشتري تذكرة سفر. والفعل müssen يستعمل كذلك عندما يقود الشخص السيارة ووجب عليه أن ينحرف في الطريق اليمنى أو التوقف أو التخفيض من السرعة. مثال على ده: Ich muss rechts abbiegen. Ich muss rechts abbiegen. Ich muss rechts abbiegen. يجب أن أنحرف يمينا. ثانيا الفعل können المستعمل بكثرة. هذا الفعل يعني بأن الشخص يستطيع القيام بشيء ما، أي هو قادر وفي صحة ولياقة جيدة تسمح له بالقيام بأمر ما، كما هو موضح في الأمثلة التالية. تعالوا بينا نشوف. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. أنا أستطيع السباحة. kann sehr gut tanzen. kann sehr gut tanzen. kann sehr gut tanzen. هو يستطيع الرقص جيدا. Sie kann Deutsch und Englisch sprechen. Sie kann Deutsch und Englisch sprechen. Sie kann Deutsch und Englisch sprechen. هي تستطيع تحدث اللغة الألمانية والإنجليزية جيدا. Mein Vater kann nicht mehr am Wochenende arbeiten. Mein Vater kann nicht mehr am Wochenende arbeiten. Mein Vater kann nicht mehr am Wochenende arbeiten. أبي لا يستطيع أن يعمل في عطلة نهاية الأسبوع.
وأخيرا يكمن الفرق في المعنى المترجم لكلا الفعلين، فيعبر الفعل können عن القدرة والإمكانية، وهو ما يسمى في اللغة الألمانية Fähigkeit und Möglichkeit. أما الفعل müssen يعبر عن الإلزام ووجوب فعل الشيء، وهو ما يعبر عنه بكلمة Notwendigkeit، وهو الضرورة والإلزام.